السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان، إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. بداية بعتذر ليكم جميعا على إن أنا مش بطلع بس مباشر معاكم. طبعا ده يعني سامحوني إن شاء الله رب العالمين. ربنا بس يشفي الجميع إن شاء الله، وبعدين نطلع نتكلم براحتنا. وخاصة إن أنا في البث ببقى بتكلم براحتي أوي معاكم كعيلة عم حسن الجميلة المحترمة على صفحتنا في الفيسبوك، ما بعملش بس على اليوتيوب. فبنتكلم كتير وبقى في انفعالات وفي كلام كتير، فبيأثر على طبقة الصوت والنفس والكلام من ده. سامحوني. 24 ساعة مرت على اللقاء التاريخي بين مجلسي إدارة النادي الأهلي والنادي الزمالك، واللقاء ده أتى بثمار كثيرة على غير المتوقع، لا على المتوقع وأكثر. طب من المستفيد من هذا اللقاء وعملية الصلح دي أكتر؟ يعني هو الاستفادة هتقع على الطرفين أكيد يعني، لكن في طرف هيستفيد أكتر من الطرف التاني. هل الأهلي ولا الزمالك؟ لغاية ما أنا بكلمكم دلوقتي شايف إن اللي مستفيد الزمالك. طيب ليه؟ الزمالك بتتكشف حقائق ليه كانت غايبة عنه، وكان واخد فكرة غير الحقيقية. على سبيل المثال وليس الحصر، ما حدث بالأمس أو امبارح، خلينا نتكلم بالبلدي كده، اللي حصل امبارح في مباراته مع فريق النادي الإسماعيلي. أكثر الجماهير وأكثر المسؤولين عن الرياضة اللي كانوا بينادوا ليه الأهلي مش بيلعب في الإسماعيلي؟ فين مبدأ تكافؤ الفرص؟ زي ما احنا بنلعب في الإسماعيلية لازم الأهلي يلعب في الإسماعيلية. كانوا مسؤولين الزمالك وجماهير الزمالك ونقاد الزمالك والإعلام الأبيض لنادي الزمالك كانوا كل لما بيحصل أي حاجة وأي زنقة، هو ليه الأهلي مش بيلعب في الإسماعيلية؟ لو أي كارثة حصلت في أي حتة على كوكب الأرض، السؤال الوحيد الأساسي هو ليه الأهلي مش بيلعب في الإسماعيلية؟ بعد لقاء الصلح أو إعادة الشكل الطبيعي للرياضة المصرية، وهي التعاون المشترك بين الأهلي والزمالك متمثل في مجالس الإدارة، أول حاجة ظهرت هو ليه الأهلي مش بيلعب في الإسماعيلي. طبعا مش الزمالك اللي سأل، النتيجة هي اللي بانت. كم من الشتائم والسباب والإهانات من جماهير الإسماعيلي التي كانت تدعي إنها محبة وعاشقة لنادي الزمالك. امبارح بعد اللقاء مباشرة، بعد لقاء القمة بين مجلسي إدارة النادي الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك، كان في مباراة بالليل الساعة 7 بين الزمالك والإسماعيلي في الإسماعيلية. وكالعادة المفروض احنا عارفين ان جماهير الاسماعيلي بتستقبل جماهير الزمالك ونادي الزمالك بالورود وبالهتافات وبكل حب. فوجئنا ببانر كبير فيه إهانة للزمالك، الفارس الكذاب. فكأن الزمالك فارس كذاب اللي هو بونوكيو وأبو مناخير كل ما بيكذب بتطول، وأهانوا الزمالك ببانر كبير تيفو معمول كده. ضيف على ده شتائم وهتافات مسيئة لجماهير الزمالك والنادي الزمالك. فما كان من جماهير الزمالك انها قامت بالرد على جماهير الاسماعيلي، والمنظر ده ما شفناهوش، مش هقول لك من سنين، ما شفناهوش خالص. ليه؟ لان دايما الزمالك كان في صراعات، او هو متصدر الصراعات مع النادي الاهلي، فهو حبيب للاسماعيلاويه وحبيب للبورسعيديه وحبيب للسين والصاد والعين، طول ما هو في مواجهة مباشرة مع النادي الأهلي وصراعات دائمة. لكن عندما تختلف المصالح وتتعارض، لا بقى تعالى نشتمك ونهينك، احنا كنا الأول بندي لك وبنقول لك وبنعمل لك ومش عارف ايه وبتاع،
وبنكبرك وبنفخمك، علما بأن الزمالك كبير. الزمالك أصلا نادي كبير، ولا يختلف على هذا اتنين، ولكن جنون العظمة بقى. فصدم مسؤول الزمالك وصدم جمهور الزمالك من التصرف الغير لائق والوجه الحقيقي، الوجه الحقيقي لجماهير نادي الإسماعيلي. ولما أقول جماهير نادي الإسماعيلي بقى من غير تغليف ومن غير ما نقعد نغلف الأمور ونعمل، هو شعب الإسماعيلية. شعب الإسماعيلية مادام أنت عدو للأهلي أنت حبيبه، تصالح الأهلي وتبقوا الاتنين كويسين أنت عدوه، لا لشيء إلا للفشل الذريع اللي واقع في ناديهم، اللي كان في يوم من الأيام يسمى برازيل العرب، لأن نظرا لما يقدمه من متعة وفن في كرة القدم. أما الآن هو لا يرتقي إلى أن يكون مركز شباب، حتى مش نادي يمثل محافظة. فالأولى من جماهير محافظة الإسماعيلية بدل ما تكيل السباب للزمالك أو للأهلي أو الغير، المفروض إن أنتم تقفوا بالمرصاد للعيبة اللي بتمثلكم، اللي بتهينكم في الملاعب، واللي بتصارع كل سنة للبقاء في الدوري الممتاز. ما تغلطوش وتضحكوا على نفسكم وتصدقوا الكذبة اللي بتكذبوها. الزمالك والأهلي وأي نادي مكافحين، أندية مكافحة وبتحاول توصل لمستوى القمة. أما أنتم افترقتم محاسبة فرقتكم واتجهتم لمواجهة الجماهير، واللي كان الأمس القريب الزمالك حاجة كبيرة عندكم أصبح عدو ليكم بمجرد أن وضع حسين لبيب يده في يد كابتن محمود الخطيب. فده شق. في ولد بيطلع على السوشيال ميديا وحق جلال الله انا مش عارف افتكر، يعني مش عارف اقول اسمه صح، يعني هو اسمه محمد مصطفى او مصطفى محمد حاجة كده، كانت واجهة سيئة وبوق عفن بيردد كلام ويدافع عن مرتضى منصور. طلع امبارح بيحاول يعكر صفو اللقاء القمة بين الأهلي والزمالك، اللي هو إيه؟ الخطيب طلب من المسؤولين بالتليفون لازم بكرة يكون في لقاء، أروح أزور نادي الزمالك. طب استنى لما لا بكرة، طب عشان نأمنك لا بكرة. بس هو كان قاعد على حجر الخطيب، هو كان حاجة من الاتنين، يا كان قاعد على حجر الخطيب وهو الخطيب بيتكلم في التليفون كده، يا كان قاعد تحت على الأرض بيلمع جزمة الخطيب وسمع الخطيب وهو بيقول كده. ليه؟ قال عشان تركي الشيخ موجود في مصر، فهو عايز يضايقه. يا أيها الجاهل الجهول، تركي الشيخ بتاعك اللي انت بتقول عليه ده أصلا الخطيب مش فاكره، يعني أصلا ما بيجيش في خاطر الخطيب لا من قريب ولا من بعيد، لأنه لا يعنيه ولا يؤثر عليه ولا ليه أي تأثير في الواقع أو في الخيال على الخطيب ولا على جمهور الأهلي. إذا كان حد حاطط حد في دماغه فهو تركي الشيخ اللي حاطط الخطيب في دماغه، وبينام ويقوم وتقلع له عينيه الاتنين. شوفوا تركي الشيخ ده اللي كل الدنيا محوطاه وبتوليه برعايتها واهتمامها، طبعا مش عشان شخصه، لا عشان فلوسه، ده قولا واحدا عشان فلوسه. عنده استعداد يتنازل عن كل دول، فنانين ووزراء وإعلاميين وسياسيين ومطربين ولاعيبة كورة عالميين وغير عالميين، كل دول في كفة، والكابتن محمود الخطيب في كفة. كابتن محمود الخطيب لو عمل كده بصباعه الصغير لتركي الشيخ كده هيترك كل ده ويجي جري للكابتن محمود الخطيب. فإن كان في حد حاطط حد في دماغه فهو تركي الشيخ
اللي حط الخطيب في دماغه. الخطيب لا يتذكر، ما يعرفش حاليا كده، مش في دماغه، ولا يعرف ان في حاجة في الدنيا اسمها تركي الشيخ. فبطل هلفطة يا مصطفى محمد، او يا محمد يا مصطفى. ودي اول نتيجة. وبدأ يتكلم امبارح على الاهلي بكل ادب وبكل احترام ومش عارف ايه وغير جلده. ودي سمة المنافقين. معظم، الا من رحم ربي، من يعملوا في نطاق الحقل الإعلامي، طبعا ده بعيد كل البعد عن الإعلام، وجاني من ناس وقالوا لي ما تقولش، وحاجات ما اقدرش اقولها. اما في حاجات انت ما تقدرش تقولها وعندك معلومات بس مش هتقولها، طالع لنا ليه بطلتك الغير يعني الغير محببة إلى أي حد وبتتكلم؟ ما يا عندك كلام وبأدلة وبراهين، يا ما عندكش وبتفتكس من دماغك. احترم نفسك الأول عشان الناس تحترمك. يا تطلع تتكلم بما يرضي الله ورسوله، يا تخرس خالص. امبارح طبعا شفنا مباراة الإسماعيلي والزمالك، وبقول الإسماعيلي لأنها مباراة الإسماعيلي. وشفنا أول مشاركة رسمية للكابتن عبد الله السعيد، والكابتن او الاسطوره بقى لانه راح لعب في الزمالك ناصر ماهر. طبعا انا مش هعلق على المباراه، ماليش دعوه. المباراه انتهت 0-0. وحابب اقول كلمه لاخواتي وحبايبي اللي انا كنت واحد منهم زمان، والحمد لله ربنا شفاني وعافاني. جماهير نادي الزمالك، يا جماعه ما تستعجلوش على عبد الله السعيد. انتوا متخيلين ان هو معاه عصايه سحريه اول مباراه هيلعب معاكم فيها هيصول ويجول ويحرز الاهداف ويغير مجريات الكون؟ لا طبعا. مع عبد الله السعيد محتاج وقت عشان يقدر يحط بصمته مع فريق نادي الزمالك. ادوله فرصه سنتين ثلاثه، هيكون رجله خدت على الملعب وعلى التيشيرت وعلى الناس، يبتدي. ايه؟ سنتين، اه. عارفين ده مين؟ طبعا كلكم عارفين. محمد، ما جالي ما لا الدنيا خلص كده، اكل عيش وراح خالص رسمي بعد اللقاء امبارح ده. فجي قال لي انا وحشتني الفرشه اللي على الارض، عايز اجي اقعد عندك. بيقول لي سنتين ثلاثه؟ ايه الراجل ما فيهوش سنتين ثلاثه؟ طب يا عم يعني ادوله فرصه. قدر في الفتره اللي يقدر يلعب فيها، قدر الراجل، يعني كتر خيره وكتر خير الدنيا والزمن والتغيرات. والله ما ده شيء يعني الحاجه الطبيعيه يعني. اما الاسطوره ناصر ماهر، يعني شفتم بقى القسطره المقسطوره اللي فيها اساطير اللي عملها امبارح يعني. وبعدين انتم رايحين تلعبوا فرقه المدير الفني بتاعها مسلم نفسه ليكوا، تتغلب كتير قوي، بس للاسف انتوا لسه فرقتكم ومدربكم لسه ما خدش عليكم. يعني ان شاء الله هياخد عليكم قريب بامر الله. النادي الاهلي ان شاء الله مسافر بكره باذن الله الغالي عشان يقابل فريق ميدياما في بطوله كاس افريقيا للانديه ابطال الدوري. ان شاء الله يحقق نتيجه كويسه. ونتمنى ان الاخ موديست صاحب ال 35 عام اللي هو اصغر من عبد الله السعيد ب3 سنين، يعني يحاول بقى يعمل حاجه جيده وايجابيه في المباراه دي. ونتمنى ان نشوف وسام ابو علي. مش عارف هو متعاقد مع الاهلي على اصابه يعني، متعاقد انه يجي يلعب في مركز اللاعب المصاب. ده مركز جديد يعني، والمركز الجديد والوحيد في النادي الاهلي اللعيبه، لا مركز اللاعب المصاب. وسام ابو علي يقعد فيه فتره بقى، يطلع يرجع بيرسي تاو ياخد المكان، يطلع يرجع مش عارف مين ياخد مش ايه يا جماعه؟ هو الاصابات ما بتلاحقش غير الاهلي. كمان بدعو بالشفاء العاجل للكابتن الخلوق المحترم المؤدب، ابن الناس المؤدبين المحترمين، محمد عبد الشافي، اللي أصيب بقطع في الرباط الصليبي. ربنا يا رب يشفيه ويعفو عنه. هيروح يعمل عملية في ألمانيا
ويتأهل. وأتمنى إن الإصابة دي ما تكونش نهايته في الملاعب، يعني على الأقل يلعب مباراة أو اتنين بعد ما يستعيد صحته إن شاء الله ويعلن الاعتزال. وألف سلامة، ألف مليون سلامة على الكابتن حسام حسن، نظرا لإصابته بالإرهاق والتعب. وخدوه ودوه المستشفى، قضى الليلة في المستشفى، علقوا له محاليل وبتاع وطمنوا عليه، والحمد لله خرج بسلامة الله، عاد إلى بيته. ألف مليون سلامة. وبالراحة على نفسك يا حسام، أنت خلاص بقيت المدير الفني للمنتخب، محدش ياخدها منك تاني. بالراحة، احنا كلنا عارفين ان انت كلك كتلة وشعلة نشاط وحيوية، بس برضو بالراحة على نفسك عشان تقدر تدي أكبر قدر ممكن من الاستفادة للمنتخب واللعيبة، لما تحرقش نفسك بسرعة. احنا كلنا منتظرين منك حاجة جميلة، وإن شاء الله هتحصل على إيدك بإذن الله رب العالمين. وأهم حاجة فيك إنك ما تديش فرصة للفسدة الخاينين، معدوم الذمم وخارب الذمم ومعدوم الكرامة اللي مسؤولين عن الكرة في مصر، ان هم يسيطروا عليك. وانا عارف ومتاكد ان ده مش هيحصل، لان انت شخصيتك قويه ومحترمه وبتعتز بنفسك وبمهنتك وبفكرك، فعشان كده مش هتسلم دماغك لاي مغرض، ولن يكون هناك اشراف من اتحاد الكوره عليك. مش هيعينوا مشرف ولن يستطيعوا، ولو جابوه هيبقى خيال مآتة ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.